شوفوا شوفوا كيف الجمال والحلاوة. الله 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 عليك يا معمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا كلكم طيبين ومبسوطين. معكم شيف نرمين حبيب. اليوم إن شاء الله حنسوي مقلقل دجاج، لكن مش هنحط له زيت كتير. أول حاجة عندنا حبتين من الدجاج، هنحط لهم البهارات جدا سهلة. أول حاجة عندنا فلفل أسود، الكمون هو مكون أساسي معانا، شوية من الكزبرة، هنحط بهارات مشكلة، وهذه يا جماعة يدي اليمين في المطبخ أنا مسويتها. هنحط لها شوية زيت ونمكس كده كله مع بعض، نقلب. دحين نحن حنسوي الرز الحضرمي. هنجيب شوية من الزيت وهبدأ أحط البصل حقي، بسم الله، ونحمس نحمس. أول ما يبدأ ياخد لون كده حلو هنبدأ ننزل على طول بالثوم حقتنا. عندنا حوالي 3 حبات طماطم فرمتهم بالشكل هذا وهنحطهم على طول. هناخد كمان ملعقة من الصلصة، هنحط أول حاجة عندنا يدي اليمين في المطبخ البهارات المشكلة اللي أنا أسويها، اللي قلت لكم عليها خطيرة يا جماعة. فلفل أسود شوية، بابريكا، وطبعا الكاري ما ينفع أحط بابريكا من دون كاري، كمون وكزبرة. هنسيب الطماطم تتسبك معانا ونكون على جنب سلقنا الرز في المطيبات. هنقلي الدجاج اللي احنا بهرناه في الأول خالص. أول ما ياخد معانا اللون الجميل هذا هنبدأ نقلبها على الناحية الثانية. شايفين كيف الجمال؟ هذا اللون اللي أنا أبغاه. عندنا بصل شرايح وعندنا كمان فلفل هنحطهم. أول ما يبدأ البصل يتكرمل معنا بالشكل ده خلاص هنطلعه كده